السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا جامد جدا جدا جدا. هنعمل ميزانية 1000 جنيه لمدة 15 يوم، يعني الاسبوع الواحد ب500 جنيه. بإذن الله هيكفوا. اهم حاجة يكون جواكي رضا وتحمدي ربنا وتبوسي ايدك وش وظهر زي ما بيقولوا كده، يعني تحمدي ربنا عشان ربنا يبارك لك فيهم. صلوا بينا كده على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو مش مشتركين عندي في القناة، أنا أختكم أماني، وأتمنى تشتركوا وتنوروني بالاشتراك بتاعكم في قناتي وتحطوا لي لايك للفيديو. ويلا بينا نشوف الميزانية بتاعتنا لمدة 15 يوم ايه اللي فيها. بإذن الله تعجبكم جدا. أول حاجة هجيب 3 كيلو بطاطس. لازم، عارفين البطاطس غالية بس لازم تكون موجودة في البيت. الكل بيحبها، صغير وكبير بيحبها، بس هي لازم تكون موجودة في البيت. الكيلو عامل معايا 22 جنيه، فالتلاتة كيلو عاملين معايا 66 جنيه. هجيب كمان كيلو فلفل اخضر حار وبارد اشكله يعني ب20 جنيه. هجيب 10 بيضات، البيضة عاملة معايا 5.5، فهيطلعوا ب55 جنيه. هجيب 3 كيلو بصل ب20 جنيه، 3 كيلو ب20 جنيه. هجيب نص كيلو فول تدميس ب20 جنيه. هجيب كيلو خيار ب12 جنيه. طبعا الخيار والطماطم والجزر يعني خدوا منهم للسلطة. اجيب 2 كيلو بتنجان ب20 جنيه. البتنجان رخيص وجميل جدا جدا ومغذي، عايزاكم تحبوه، بيطلع منه كذا اكله وتحفه جدا يعني. هجيب كمان نص جزر ب7 جنيه. الاجمالي بتاع الخضار طلع معايا 255 جنيه. طبعا احنا هندمس الفول، وهنعمل ممكن مسقعه، هنعمل كمان بطاطس مهروسه، هنعمل فول بالصلصه، فول يعني مطبوخ كده بالطماطم بالصلصه. ممكن كمان تعملي طاجن فول بالبيض، ممكن تعملي شكشوكة، ممكن تعملي عجة بالبيض. البند ده يطلع منه كذا أكلة. ركزوا معايا شوية. هاجي أجيب إيه بقى؟ هجيب 3 كيلو رز. كيلو الرز ب27 جنيه، يبقى عاملين 3 كيلو عاملين 81 جنيه. هقسمهم على 6 مرات، 6 مرات في ال15 يوم، يعني كل مرة هعمل نص كيلو. ونص كيلو شعرية ب12 جنيه، هاخد حبة شعرية زي كوباية شعرية على نص كيلو الرز، وده يتحسب مرة. خلاص ماشي. هجيب كمان كيلو مكرونة قلم ومقصوصة، يعني نص قلم ونص مقصوصة، على مرتين برضو. كيلو المكرونة القلم بيبدأ من 22 جنيه، القلم والمقصوصة، يعني كيلو المكرونة بيبدأ من 22 جنيه. جبت كيلو ب22 جنيه، هقسمه على أكلتين كمان. يعني هنقسمها ازاي؟ هنقسم يوم رز ويوم عيش، يوم مكرونة ويوم عيش. يعني مثلا النهاردة كلنا رز، بكرة ناكل عيش، بعده ناكل مكرونة، بعده ناكل عيش. خلاص كده. عايزه افهمكم حاجه، عايزاكم تدخلوا لاولادكم العيش ده مع الرز. يعني ممكن تدوم كده لما تبقوا عاملين رز كده، ادوم زي نص رغيف، يساعدهم كده في يشبعهم، وحلو جدا، هيوفر معاكم جامد جدا جدا. هنا بعد ما جبت الخضار وجبت الرز والمكرونه والشعريه، الشعريه والرز عملوا معايا 115 جنيه. فاضل معايا 360 جنيه. 360 دول 360 جنيه دول هقسمهم على اتنين. قسمتهم ليه على اتنين؟ علشان هم اسبوعين زي ما قلت لكم، قسمتهم على اسبوعين. الاسبوع معايا الواحد معايا فاضل 315 جنيه لكل اسبوع، كل اسبوع 315 جنيه. نيجي بقى للاسبوع الاول. الاسبوع الاول مثلا يعني انا بديكم مثال وانتوا براحتكم خالص. عجبتكم الحاجات دي هاتوها، ما عجبتكوش 315 جنيه هاتوا بيهم اللي يعجبكم. انا مثلا هجيب نص بانيه ب 95 جنيه. نص البانيه ده انا ممكن اقسمه على مرتين. اعمل ربع كيلو من البانيه اعمله بشاميل، طاجن كده مكرونه بشاميل بنص كيلو مكرونه القلم، اعمله طاجن مكرونه بالبشاميل. ونصه التاني ممكن اعمله شاورما، يعني براحتك تماما. هجيب 2 كيلو سمك. كيلو السمك ب75 جنيه، اللي هو الوسط ده، اللي مش كبير قوي ولا صغير قوي، وسط كده حلو، ب150 جنيه 2 كيلو سمك. هجيب كيلو اللبن ب30 جنيه لو انت حابه تعملي بشاميل. هجيب 2 كيلو دقيق. كيلو الدقيق ب18 جنيه، فالاتنين كيلو عاملين معايا 36 جنيه. لو حبيت تعملي كيكه قرص اللي يريحك. طبعا الدقيق لازم يكون موجود في البيت. خلاص ماشي. البيت اللي ما فيهوش دقيق ما فيهوش دقيق. قلت ايه؟ البيت اللي فيه دقيق ما فيهوش دقيق قصدي. فاضل معايا 4 جنيه. طبعا هنرحلهم على الاسبوع اللي جاي واللي نفسك فيها تيجي. ندخل بقى في الاسبوع التاني. الاسبوع التاني انا مثلا جبت 2 كيلو اجنحه. كيلو الاجنحه عامل معايا 60 جنيه، فالاتنين كيلو ب120 جنيه. انت مش عايزه اجنحه، عايزه كيلو وراك مثلا. كيلو وراك في حدود 110 او 120، والله مش عارفه سعره كويس يعني، فانت براحتك خالص. جبت 2 كيلو اجنحه ب 120 جنيه. جبت كمان 10 جنيه ملوخيه. في اليوم ده هنعمل صينيه بطاطس وملوخيه ورز. طبعا انت لو طبخت ال 2 كيلو اجنحه وعملتهم صينيه بطاطس، عملت صينيه بطاطس كبيره كده، تكفي معاكي يومين.
علشان كده ترتاحي من الطبيخ وتوفر كمان معاكي. فاضل معانا 185 جنيه. 185 جنيه دول هاتي بيهم اي حاجه ناقصاكي في البيت. هاتي اي حاجه في الاسبوع التاني براحتك تماما. انا عامله لكل اسبوع اكلتين لحوم، فانت براحتك تماما. هاتي بيهم نص مفروم، هاتي اي نص كيلو كبده، براحتك خالص. طبعا البرازيلي، انا مش بتكلم البلدي، عدى طبعا، عدى طبعا. وعيشوا على قد الموجود بين ايديكم. اهم حاجه تحمدوا ربنا، قولوا الحمد لله، الف حمد وشكر يا رب ليك. اهم حاجه ان احنا لاقيين حاجه، يعني في ناس مش لاقيه اللي احنا لاقيينه، يعني الحمد لله على كل حال. فلازم نرضى بالمقسوم، الحمد لله دائما وابدا، الحمد لله على كل حال. وظبطي امورك يا حبيبتي على زي يعني ما تحبي. عجبتك الميزانيه دي امشي بيها، ما عجبتكيش ممكن تبدلي اي حاجه من الحاجات دي. ممكن زي ما قلت لك الاجنحه تجيب مكانها وراك براحتك تماما. ممكن الاسبوع ده مش عايزه تاكلي سمك ترحلي الاسبوع اللي بعديه، براحتك خالص. هنا ممكن تعملي بتنجان مخلل، البند ده يطلع منه كذا اكله. ارداح بس طعمها جميل. ممكن تجيبي كمان لو انت سلقتي الاجنحه دي، ما ترميش الشوربه خالص، اعملي منها الاكل واللي يتبقى منك حطيه في الفريزر، واي يوم ما عندكيش اكل خرجي كده الشوربه اللي فايضه منك. ممكن تعملي جنب حبه محشي، تعملي كمان حبه ملوخيه ولسان عصفور، وتمشي امورك. مشي امورك ايه براحتك، انت تعرفي تظبطي امورك، اكتر واحده قادره بامورك انت. ربنا يحسن ما بين ايديكم. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل، وتدوسوا لايك للفيديو. دمتم سالمين ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.